بلا ما نطول عليكم في الاخبار الجديده، يلا نبداو. بالنسبه للناس اللي باقي ما مشتركين يشتركوا باش يبقاو يتصلوا بالجديد ديال هذه القناه المتواضعه. بالنسبة للانتقالات ديال اللاعبين المغاربه المحترفين في الدوريات الأوروبية كالتالي: علاء بالعروش يتألق مع نادي دينامو بوخارست الروماني، حيث أظهر أداء مميزا في مباراته الأخيرة واختير كأفضل لاعب في مباراة الديربي، مما جعله مرشحا ليكون الحارس الثالث للمنتخب الوطني المغربي. ريان أنبأ عن اقتراب مهاجم غرناطة من الانتقال إلى صفوف فريق كاستيا التابع لنادي ريال مدريد. بكريوي محط أنظار نادي لازيو الإيطالي بعد موسمه الاستثنائي في البرتغال. بالنسبة لعبد الحميد أيت بودلال فنادي فولهام الإنجليزي يصر على ضمه رغم رفض رين الفرنسي للعرض الأول. بالنسبة لأيوب بوعدي فمفاوضات متقدمة لانتقاله إلى مانشستر سيتي، والصفقة مسألة وقت فقط. أما بالنسبة لعز الدين الناحي فاهتمام من أندية إنجليزية مانشستر وآخرون، بالإضافة كذلك إلى الاتحاد السعودي وأياكس الهولندي الذي يبدو الأقرب لضمه. بالنسبة للنايف أكرد فبعد فشل انتقاله لريال سوسيداد رفض مارسيليا عرض ثاني من نادي السد القطري بقيمة 8 ملايين يورو. أما فيما يخص بلال الخنوس فلقد تلقى عرضا من جالاتا سراي التركي، لكنه يفضل الاستمرار مع شتوتغارت الألماني. أما فيما يخص توفيق بن طيب فانتقاله رسميا إلى نادي أندرلخت البلجيكي بعقد مدته 4 سنوات. أسامة ترغالين رفض تمديد عقده مع الفريق، وهناك اهتمام من أندية إيطاليا مثل أتلانتا وبولونيا إضافة إلى بورتو وهال سيتي. أما فيما يخص عبد الصمد الزلزولي فيؤكد المدرب بنغريني غيابه عن المباراة القادمة لعدم تعافيه الكامل من الإصابة. هذا هو المختصر المفيد من الانتقالات الصيفية. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي يصلك جديدنا فيما يخص المختصر المفيد في دقائق.